ذهب رجل يشكو لجحا مشكلته، فقال له: يا جحا، أنا أسكن مع زوجتي وأطفالي الستة وأمي وحماتي في غرفة واحدة، فماذا أفعل؟ قال له جحا: اذهب واشتري حمارا واسكنه معك بالغرفة وعد بعد يومين. عاد الرجل بعد يومين وقال له: يا جحا، الأمر أصبح أسوأ. فقال له جحا: اذهب واشتري خروفا وضعه معك بالغرفة وعد بعد يومين. عاد الرجل وجهه شاحب وقال له: الأمر أصبح لا يطاق. فقال له جحا: اذهب واشتري دجاجة، عد بعد يومين. عاد الرجل وقد أوشك على الانتحار، قال له جحا: اذهب وبيع الحمار واخبرني. عاد الرجل وقال له: لقد تحسن الأمر قليلا. ثم قال له: اذهب وبيع الخروف واخبرني. عاد الرجل وقال لجحا: الوضع تمام. قال له جحا: اذهب وبيع الدجاجة واخبرني. رجع الرجل وقال له: أنا بأفضل حال، أشكرك من القلب. هكذا تدار الأزمات السياسية بالعالم، يخلقون لك مشاكل جديدة حتى تشكر الله على نعمة مشاكلك وتنسى أصل المشكل، وتبقى مدينا لهم بالعرفان والجميل. الحمد لله على كل حال.